يبدأ الفيلم بإطلاق سراح مشروط لرجل يدعى جون برينكر، حيث قضى في السجن مدة 4 سنوات من إجمالي عقوبته والتي كانت 7 سنوات، وبسبب سلوكه النموذجي والشعور بالذنب الذي كان يحمله بسبب قتله رجلا تم الإفراج المشروط عنه. ينتقل إلى مدينة سياتل ويحصل على وظيفة جديدة كعامل بناء. في الليل يذهب إلى الحانة ويلاحظ أن نادلة تتعرض للمضايقة من قبل 2 من الرجال. يهاجم أحد الرجال ويجعله يعتذر لها ويطرده. سلوكه جذب انتباه المالك والذي عرض عليه وظيفة، وبذلك تمكن من الحصول على وظيفته الثانية كحارس في الحانة. نرى جون يعمل في موقع البناء حيث يتلقى معاملة سيئة من قبل رئيسه. في الحانة يحصل شجار بين رجلين، لذلك يقوم جون بفك العراك ويطرد الرجال، وبسبب قوته يقترب منه أحد الرجال ويعرض عليه وظيفة، لكن جون يرفضها. ذات يوم أثناء العمل في موقع البناء اقتربت منه زوجة الرجل الذي قتله وتدعى فرونيكا وتخبره أنها قدمت طلبا لإطلاق سراحه المشروط. بدأ يشكرها، لكنها قالت أنها لم تفعل ذلك بسبب الرسائل التي أرسلها لها. لقد فعلت ذلك لأن لديها ابنة تبلغ من العمر 8 سنوات وتحتاج لعملية زرع قلب، ولأنها تلقي باللوم على جون لقتل زوجها فإنها تريد منه أن يدفع أجر العملية الجراحية والذي يبلغ 250 ألف دولار. يذهب جون إلى غرفته ويحصي الدولارات القليلة التي حصل عليها ويخفيها في فتحة تهوية. في تلك الليلة بينما كانت نادلة الحانة وتدعى فرونيكا تحاول أن تجعله يحسب ماله الذي حصل عليه، يسألها أين يمكنه أن يعثر على الرجل الذي عرض عليه الوظيفة في ذلك اليوم. تأخذ فرانكي لرؤية الرجل ويدعى رينو، ويتضح أنهم يديرون مقاتلين للمشاركة بمنافسة قتال شرعية. عندما يعرف كل شيء عن الوظيفة يرفض جون الانضمام. يحاول رينو وفرانكي إقناعه بالبقاء، وذلك بإخباره أنه يمكنه كسب الكثير من المال مقابل مشاركته بالقتال. بالعودة إلى وظيفته في ذلك اليوم يقوم رئيسه الذي كان لديه بعض التحيز بطرده، على الرغم من أنه كان من الواضح أن جون يعمل بجد وإخلاص. وفجأة يعاني المدير من نوبة قلبية في ذلك الوقت، وهناك ينقذه جون بينما يصل المسعفون. في تلك الليلة ذهب لزيارة فرونيكا ليخبرها أنه لن يعود قادرا على دفع تكاليف العملية الجراحية لابنتها. تبدأ فرونيكا بالصراخ عليه وتخرج الرسائل التي كتبها لها وهو في السجن. تأتي ابنتها سارة من غرفتها بسبب الضجة، تطلب منها والدتها العودة إلى الفراش، ولكن بدلا من ذلك تقدم لعبتها إلى جون، مما أدى إلى شعوره بالشفقة عليها. وأخبر فرونيكا أنه سيرى ماذا سيفعل للمساعدة. يزور جون حلبة القتال، وقد كان قادرا على المشاركة والقتال في معركته الأولى كرجل بديل لمشارك فقد وعيه أثناء القتال. تمكن من هزيمة الرجل على الرغم من أنه تعرض لعضة. بعد الفوز قام بتقسيم المال الذي كسبه مع الرجل الآخر الذي فقد وعيه لأنه ساعده في هزيمة الرجل. في اليوم التالي عندما عاد جون من الجري وجد رينو وفرانكي في غرفته. لقد وجدوا فيه مكسبا للمال وطلبوا منه المشاركة في المزيد من المعارك، ولقد كانوا بحاجة إلى المال، وخاصة إن لم يتقاسمها مع الرجل الآخر. يذهبون للتحدث مع رجل آخر يدعى ديكن، وهو مستثمر كان رينو يريد منه أن يمنح جون فرصة في المشاركة في المعارك لأنه جيد، لكن ديكن يقول أنه لا يمكن لأحد أن يثق بجون وأنه لا يوجد ضمان طويل الأجل. يطلب جون التحدث إليه بمفرده، فيخبره ديكن أنه سيحصل على المال. يزور الرجل نستور حيث كان رينو مدينا له بالمال. يأمر نستور رجاله بقتل رينو، لكن جون يتدخل ويتفق معه بأن الخاسر سيدفع 10,000. يوافق نستور على ذلك. يبدأ القتال بين جون ورجل نستور، حيث يتقاتلون وهم محاطين بالكلاب التي ستعض من اقتربوا منها. يكون القتال شرسا للغاية، لكن جون يفوز، والآن لديهم ما يكفي من المال للذهاب لرؤية ديكن. يتلقى جون مكالمة من فرونيكا، فترى فرانكي اسمها على هاتفه فتسأله عنها. تخبر فرانكي جون بعلاقتها برينو وكيف أن رينو أنقذ حياتها، ولم يكن جون مهتما بذلك، وبدلا من ذلك يسأل فرانكي عما رهنه رينو. في وقت لاحق يزور جون فرونيكا في مستشفى المقاطعة. كانت حالة سارة الصحية تسير على ما يرام، لكن صحتها الآن تراجعت وتم نقلها إلى المستشفى. يخبر جون فرونيكا أنه يعمل بجد للحصول على المال من أجل جراحة سارة، وتحاول أن تكون فرونيكا أما صبورة على الرغم من الضغوط، فيخبرها أنه سيعمل بذكاء أكثر. في منزل رينو وفرانكي تذكر فرانكي اسم رجل يدعى فيلتز، لكن رينو يطلب منها التراجع ومنحه فترة راحة لأنه بالكاد انتهى من مشكلته مع نستور،
لكن فرانكي تحب جون وتقول له أنه ليس آلة لصرف النقود. يغضب رينو ويخبرها أن جون قد قتل رجلا في الماضي لهذا كان في السجن. يسألها إن كانت تعتقد بأنه أحد الناس الأخيار ويخبرها أنهم بحاجة إلى تسديد ديونهم. يسمع جون الحديث بأكمله لكنه لا يتأثر. لاحقا يشارك جون في عدة معارك مختلفة ويفوز بها جميعها. يعود جون إلى منزل فرانكي بمفرده ويسأله عن مهاراتها باستخدام الإبرة وعن سبب عدم ذهابها إلى كلية الطب. في تلك الأثناء بينما كان رينو يلعب الورق يقترب منه رجال فيلتز ويخرجونه إلى خارج المقهى ويضربونه بقوة ويأمرونه بدفع 150 ألفا، وهو الدين الذي كان لفيلتز في غضون أسبوع، وهددوه بإيذاء فرانكي إن لم يسدد ضمن الفترة المحددة. بعد ذلك يرتب رينو معركة أخرى مع رجل نستور، كانت معركة صعبة يتلقى جون بضع ضربات مما يدفع فرانكي لمحاولة إيقاف القتال، لكن جون لا يستطيع التراجع، ومع تشجيع رينو له يفوز بالقتال بضربة دامية وجهها لخصمه. في وقت لاحق أثناء الاحتفال يقول رينو أنه لا يزال عليهم الانتظار. في تلك اللحظات يتلقى مكالمة مقلقة من فرونيكا ويندفع بسرعة إلى شقتها. عندما وصل وجد رسالة تخبره فرونيكا بها أن المتبرع رفض طلبها ويعثر عليها تحاول إنهاء حياتها في الحمام وينقلها بسرعة إلى المستشفى. أثناء انتظارهم تسأل فرانكي جون عن فرونيكا ويخبرها القصة بأكملها، ونرى ندوبا على معصمي فرانكي مما يدل على أن رينو أنقذ حياتها يوما بينما حاولت هي الأخرى إنهاء حياتها. يلتقي بفرونيكا ويخبرها أنه لا يجب عليها الاستسلام. تقول له أنه كان بإمكانها أن تعطي قلبها لسارة، ولكن جون يعدها بأنه سيحصل على المال. يرتب رينو لمعركة أخرى مع رجال نستور ويراهن على 150 ألف. يقوم رجال فيلتز بحبس رينو في الحمام ويعدهم بأن يعطيهم المال بعد انتهاء القتال. ترى فرانك الرجال وتكون مستاءة من رينو لأنه لم يخبرها ما ينوي فعله. يبدأ القتال ويهزم جون الرجل، لكن نستور يريد أن تكون المعركة حتى الموت، لكن جون يرفض ويخسر. تندفع فرانكي لتعانقه بينما يتعرض رينو للضرب المبرح من قبل رجال فيلتز. في طريق عودتهم إلى المنزل اكتشف جون أن رينو يدين لفيلتز بالمال، ويخبر فرانكي أنه كان يجب عليها أن تخبره بذلك، لكن رينو يقول أنها ليست مشكلته. تخبر فرانكي أن رينو يتحمل ديونها. في أحد الأيام أثناء تناوله الطعام يلاحظ أن سيارة تراقبه منذ عدة أيام. يدخل السيارة ويوصلونه إلى منزل رجل عجوز. يقول الرجل لجون بما أنه أنقذ حياة صهره عامل البناء فهو مدين له بدين. يخبره جون أنه بحاجة للمال لزراعة قلب لسارة ويحثه على دفع ثمن معركة كبيرة. يتضح أن الرجل هو فيلتز نفسه، ويعرض على جون خيارين: إما أن يسدد ديون رينو أو يساعده بالحصول على أموال العملية الجراحية. يختار جون مساعدة رينو. يأخذ فرونيكا إلى المنزل وتبدأ بسرد قصة حياتها، وتقول أن ابنتها هي أكبر إنجاز لها، وتخبره أنه لم يقصد قتل زوجها بل كان دفاعا عن النفس. يزور جون ديكن لكنه يقول له أنه لا يستطيع مساعدته. يعود جون إلى منزله ويحزم أمتعته، ويصل رينو ويشكره لأنه ساعده في تسديد ديونه. تخبر فرانكي كيف أن رينو أنقذها من فيلتز وما زالت تدفع الثمن على الرغم من أن فيلتز سلمه لها على وشك الموت. يتلقى رينو مكالمة وتبدأ معركة تيمونز بعد أن دفعها شخص مجهول. يتحمس الجميع ويبدأ القتال، ويتبين أنه الأصعب حتى الآن. عندما سقط جون وخصمه على الأرض بدا جون كأنه قد مات، ولكنه كان مغطى ببعض المواد. يقف جون ويسأل عما إذا كان بإمكانهم الانتهاء، وينتهي به الأمر بالفوز في المعركة. تحصل فرونيكا على متبرع لابنتها، ويعيد جون أزرار أكمام والد رينو إليه حيث اشتراها له. يتعانقان وكل شيء يجري على ما يرام.